عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء خاص مع السيد محمد الزهاوي المسؤول العام لجماعة أنصار الشريعة. أهلا وسهلا بك سيد محمد. سيد محمد، نبدأ معك أولا. هل لك أن تعطينا تعريفا موجزا عن تنظيم جماعة أنصار الشريعة في ليبيا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن أول شيء نحب أن نعز أهلنا في ليبيا وفي بنغازي بالأخص، ونوصيهم في محنتهم وفي مصيبتهم التي ألمت بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم يعني خيرا في هذه الكارثة وهذه المصيبة وهذه الفتنة التي وقعت، ونسأل الله أن يجمع كلمة الإسلام والمسلمين على ما يحب ويرضى. ثانيا، موضوع تعريف لأنصار الشريعة. أنصار الشريعة هم يعني شباب تنادوا لنصرة هذا الدين انطلاقا مطالبة لتحكيم الشريعة، لما رأينا أن هذا المطلب وأن هذا الحق الذي حقه الله من الله سبحانه وتعالى قد غاب على كثير من يدعون الآن مشروع السياسة في ليبيا أو مطلب يعني كمسلمين، ومن حقنا أن نقول كلمتنا التي نريد. نحن لم نطالب بأن يكون لنا دور في مشروع سياسي، أو لم يكن لنا مطالب دنيوية، بل كان مطلبنا الوحيد أن تكون ليبيا يعني شعب مسلم لا يحكمها إلا الشريعة الإسلامية. فرأينا أن التيارات وأن ليبيا تعدد فيها الفرق وتعدد فيها الأحزاب وتعدد فيها الأيديولوجيات، وأن مشروع ليبيا أصبح الآن يعاد إدارته من قبل الغرب. فما كان منا إلا نحن يعني تخندقنا في خندق مطلب تحكيم الشريعة، وتسمينا بهذا الاسم الذي يعنون على حقيقة ما نطالب به وما ندعو إليه. نعم سيد محمد، يعني التقارير تفيد بأن جماعة أنصار الشريعة انبثقت بعد ثورات الربيع العربي في المنطقة. اليمن كانت كمحطة أولى، ومن بعد ذلك تونس، ومن ثم ليبيا. فالنشأة الأولى لتنظيمكم أو جماعتكم في ليبيا كيف تمت بالضبط؟ والله بداية يعني نحن نعرف الاشتراك في معرفة هذا الاسم في واقع العالم الإسلامي وحقيقة الثورات التي وقعت في الشعوب العربية، إن كان المطلب للشعوب المسلمة هو كاد يكون مطلب واحد، وكان تشابه في يعني حال المسلمين في أزمتهم وفي سلب خيراتهم واغتصاب حقوقهم أو الهيمنة على مقدرات هذه الشعوب. فكان يعني ما تنادى به أبناء الإسلام وأبناء الأمة المسلمة هو إلا مطلب واضح لجميع الناس، وهو نصرة لهذه الشريعة. كما الآن يعني قامت دعوات وقامت تيارات تنادي بمشروع الديمقراطية ومشروع العلمانية ومشروع الليبرالية. فما كان منا نحن انتمائنا الحقيقي وانتمائنا للهوية الصحيحة وانتمائنا للإسلام إلا مطالبة بتحكيم الشريعة. فلذلك تشابه الواقع وتشابه الظروف، فكان التوافق في هذا الاسم ولا أكثر من ذلك. نعم، هناك من يقول سيد محمد أنكم بالغتم في مسألة تحكيم الشريعة، ليست لكم أي مجهودات واضحة أنتم كتنظيم أنصار الشريعة على أرض الواقع، لم يكن لها انعكاسات. أين دوركم في الوعظ، في الإرشاد، في التوعية؟ هل ستتحول ليبيا مثلا إلى دولة كاثوليكية إذا ما اختفى هذا التنظيم أو هذه الجماعة من ليبيا مثلا؟ نعم، طبعا نحن لم نبالغ في قضية هذا الأمر، بل نحن حرصنا وأن نؤكد لما رأينا كثير من وسائل الإعلام أو المشروع السياسي الذي أبرم في ليبيا أو الذي الآن يعاد سياسته في ليبيا أنه بعيد، أو أنه مطلبه مطلب مشروع الديمقراطية في تعدد التيارات الليبرالية والعلمانية والتيارات الشيوعية. فوجدنا أن المطالبة بتحكيم الشريعة كانت أن تختفي، وكلما أردنا أن نؤكد على هذا المطلب أو هذا المبدأ، وأردنا أن نحرص على أن يكون الناس المطلب الوحيد أن تكون ليبيا يحكمها الشريعة الإسلامية، تأتينا دعوات من بعض الناس لا أحد يزايد علينا، من بعض الساسة وبعض الأحزاب. كلنا مسلمين، نعم نحن كلنا مسلمين والشعب مسلم، ولا نشكك في إسلام الشعب ولا نشكك في إسلام أهلنا في ليبيا، بل نحن أكدنا على أن نظام الحكم في ليبيا ضروري أن يكون حكمه يحكم بالشريعة الإسلامية. فهذا يعني سبب التأكيد والحرص لهذا الأمر. يعني أليس المواطن في ليبيا في كل الوطن الليبي هو نصير للشريعة الإسلامية، أم فقط من هم في التنظيم هم الذين ينصرون هذه الشريعة؟ هناك من يقول أنكم ترون في من هو خارج هذا التنظيم هو رجل كافر أو رجل يعني فاسق أو مبتدع عفوا.
نحن لما نتكلم على مطلب تحكيم الشريعة نتكلم عن نظام الحكم، نتكلم على شكل الدولة، نتكلم على المشروع السياسي الذي يفرض على ليبيا. هل هذا المشروع أو هذه الحكومة أو هذا النظام الذي يساس الآن في ليبيا هو مشروع تحكمه الشريعة الإسلامية؟ نحن هذا المنطق الذي نتكلم فيه. أما عقيدة الناس، عقائدهم أو دينهم أو إسلام، فهذا نحن لم نتكلم فيه، بل نحن نرى أن أهلنا في ليبيا شعب مسلم، مذهبه المذهب المالكي، شعب يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحن لا نزايد على إسلام الناس ولكن القضية هي قضية نحن لما نتكلم بالخصوص في نظام الحكم، في مشروع الدولة أو مشروع السياسي الآن يريد إعادته في ليبيا وبرمجته. يعني نحن لو أردنا أن نتكلم عن هذه الحقيقة، القذافي حكم الشعب الليبي لمدة 40 سنة بكتاب الأخضر، وكان الشعب مسلم، الشعب مسلم ويعتنق الإسلام وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. لم نتكلم على الشعب، ولما تكلمنا عن القذافي وخرجنا عن القذافي خرجنا على نظام الزائف، النظام المغاير للشريعة الإسلامية، النظام الذي هو بدل شريعة الله. هذا الموضوع نحن بالخصوص لما نتكلم فيه، لما نتكلم على قضية تحكيم الشريعة، إنما نحن نحصر فيها في إطار مشروع الدولة أو مشروع الحكومة أو مشروع الذي هو قائم اليوم ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، ابتداء من الإعلان الدستوري إلى يومنا هذا إلى المؤتمر. لم يخضع الإعلان الدستوري ولم تخضع المؤتمر الوطني ولم تخضع الحكومات لأي شيء تعرض عن الشريعة الإسلامية ولم تخضع لأحكام الله. يعني لنا 3 سنوات اليوم وكلهم يقولون أنتم تريدوا تزايدوا علينا، نحن شعب مسلم نريد تطبيق الشريعة، بينما الواقع مغاير لذلك. لم نرى يوم من الأيام حتى قناة أو جهة معينة تدعو أو تطالب أو تؤكد على تحكيم الشريعة الإسلامية أو إعادة يعني حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض. سيد محمد، يعني إذا ما كان هذا الكلام كلام منطقي، أين هي مجهوداتكم أنتم في هذا التنظيم للدعوة للإرشاد؟ أين دوركم في الوعظ؟ أين المراكز التوعوية التي توعي الناس بهذه الشريعة حتى يحكمها الناس فيما بينهم؟ نعم صحيح. نحن كتيار لأنصار الشريعة حرصنا أن تكون دعوتنا بالكلمة وبتبيين الحق للناس، وحاولنا أن نكون موجودين من بين أهلنا وناسنا، والقاسي والداني يعرف من هم أنصار الشريعة. نحن كان عندنا أنشطة كثيرة، أنشطة دعوية وأنشطة خيرية وأنشطة يعني حتى في إغاثة بعض الناس في بعض المصايب. يعني كان عندنا إغاثات حتى خارج ليبيا، في السودان وفي سوريا وفي غزة، وكان لنا دور كبير جدا. وكان لنا ملتقيات المتكررة تكاد تكون مقابل كل أسبوعين كان عندنا ملتقى، وكان عندنا حرصنا على أن يكون لنا صوت نبلغه لأهلنا في ليبيا كلها. حرصنا على إنشاء بعض الإذاعات بمجهودنا الذاتي، ولكن هذه الإذاعات يعني كلما نقوم إن بإنشاء إذاعة يعني تستهدف من قبل المخربين والمفسدين وإراد إسكات هذا الصوت، ولم يجعل لنا مجال في هذا الأمر. ولله الحمد يعني مشاريعنا في مدينة بنغازي أو في بعض المناطق الأخرى في ليبيا وبعض المدن كانت ملحوظة، والناس كلهم يعرفوا شنو هي لمسات أنصار الشريعة. بالخصوص يعني كان لنا دور كبير جدا في تأمين مستشفى الجلاء، وكان القاسي والداني يعرف شنو هو الدور، يعني كيف الدور اللي أديناه. حرصنا على حماية المستشفى، تأمينها من المجرمين، تأمينها وحرص على صحة الناس وعلى أرواحهم. ولكن يعني كل ما أردنا أن نكون في مشروع ونحاول أن انعكاس على واقع الناس، نجد أن من هناك من يحرض علينا أو يحاول أنه يجعلنا في زمن معين ويتهمنا بتهم باطلة حتى لا يكون لنا وجود في الواقع العملي. بما أنكم ترون اليوم في مشروع الدولة أنه يعني مشروع لا يلبي طموحات أفراد هذا التنظيم والجماعة المنطوية تحت هذا التنظيم، من أين تتلقى الجماعة تمويلها؟ من أين للجماعة يعني أن تصرف على من هم منطوين تحت راياتها؟ يعني جماعة أنصار الشريعة إذا ما كانت لا تتلقى أي دعم من قبل الدولة، هل تتلقى دعم مثلا من خارج الدولة؟ هل تتلقى مثلا تبرعات أو أي مواد لوجستية من خارج حدود ليبيا؟ بسم الله. طبعا نزيد نأكد نحن يعني مشروعنا هو مشروع يلامس واقع الليبيين وله علاقة وارتباط وطيد جدا بأهلنا بخصوص مدينة بنغازي وبعض المدن. فنحن يعني لنا واقع ولنا يعني ارتباط بهذه المدينة، فوجدنا كثير من أهل الخير ومن أهل من يريدوا يعني إنجاح هذا المشروع أوني، فلم يتوانوا ولم يتأخروا يوم في دعمنا. يعني نحن بالدرجة الأولى كان حرصنا كل الدعم هو المشاريع الدعوية والمشاريع الخيرية والمشاريع الإغاثية. أما نحن إن كيف إن عندنا دعم، والله نحن أفرادنا بالذات يعني أو القاسي والداني يعرف إن نحن ما عملناش يعني حاولنا يعني حتى بعض الأزمات الشباب عليهم ديون وعليهم مستحقات ما عندناش كيف نقضوهم، يعني كنا حريصين على نقضوا مصالح الناس وننشغل في مشروع دعوية أكثر من حرصنا حتى على قضاء مصالح الشباب اللي من بيننا.
أما أن يكون دعم ويهول هذا الموضوع وكأن نحن ندعم من قبل دول أو ندعم يعني بملايين ومليارات، والله كلام هذا غير صحيح. يعني كيف يعني كاد يعني حتى حملات الأضاحي كنا نديروا فيها نستهدفوا فيها مباشرة، كنا نجمعوا فيه ونشروا بين أضاحي ونوزعوا فيها على الناس مباشرة. فالناس يعني في واقع في مدينة بنغازي بالذات والله يعلم الله لهم يعني جهد كبير جدا معنا، بالذات أهل الفضل والتجار المعروفين المشهورين في مدينة بنغازي. فيعني كل ما نقف عليهم في دعمنا لأي مشروع ما فيش حد يتأخر في دعمنا لأي مشروع. إذا ليست لكم أي علاقة بدعم خارجي خارج دولة ليبيا؟ والله شوف الكلام هذا كله من باب التشويه حتى إن كان يقال، واللي عنده علينا أي دليل يثبت. يعني الحمد لله يعني معروفين ومعروفين مصادرنا وعرفنا من نتعامل ولله الحمد. وأصلا حتى اللي بيدعمنا أكيد بيفرض عليك شيء معين. نعم. فيعني بالذات يعني اللي هن الغرب ما يرضاش انه يدعمك بدون مقابل. الدول العربية يعني السعودية الإمارات كيف قطر ما تستطيع مش حترضى انها تعطيك شيء الا بمقابل، وهذه معروف أجندة أي دولة أو مشروع. هل تواصلت معكم أي دولة بالخصوص أو أي جهات خارج ليبيا لدعمكم أو حتى للتعاون معكم؟ والله يعني للدعم مباشرة لا، ولكن في بعض الدول يعني عرضت علينا لتأمين شركات أو تأمين مشاريع اللي هم هنا في ليبيا مقابل يعني تقول يعني مبالغ يعني حتكون مجزية وكذا، ولكن احنا كان ما بناش نخرجوا في إطار أن مشروعنا هو مشروع دعوي، مشروع عرف الدين إلى مشروع استثماري. نعم. طيب تحتفظون بالسلاح وتحتجون بأنكم لستم الوحيدون أو الوحيدين الذين يملكون هذا السلاح في ليبيا، ألا يشكل ذلك خطرا على عدم انفيائكم للقانون، على عدم انفيائكم لأوامر الدولة بأن تسلموا هذا السلاح إلى الدولة؟ أولا يعني قضية السلاح الشعب الليبي يعرف كلنا أن الشعب الليبي الآن يمتلك كل السلاح، وليس هناك جهة موجودة في ليبيا ولا قبيلة ولا حزب، حتى الأحزاب لن تمتلك الأسلحة، أحزاب تيارات يعني أحزاب يقولون أن نحن أحزابنا مشروعنا سياسي. شو المعنى في امتلاكهم السلاح؟ فقضية السلاح في ليبيا أصبح أمر مسلم به. أما قضية تسليم السلاح نحن ما عندناش مشكلة، أول من يحرص على تسليم السلاح وأن تكون الأسلحة في أيدي أمينة أول من يحرص عليه، ولكن نحن عندنا مطلب واحد هو أن يحكم فينا بشرع الله سبحانه وتعالى. أول من يبادر أول من يسارع في تسليم السلاح نكون نحن. ما هي مواصفات هذه الأيدي الثمينة؟ نعم نحن يعني قضية الأيدي الأمينة أو من يختاره الشعب أن يحكم الناس، هذا لسنا نحن نختاره، يختاره الشعب. أما بما يحكم الشعب هذا هو الذي نحن نتكلم عليه. نتكلم أن مشروع ليبيا ضروري أن يخضع للشريعة الإسلامية، ونحن ما نبوش نزيد أو نضع نحن يعني في النص عثرة أو حجرة، ولكن نحن اللي نطالب به أن يكون شكل الدولة أو إطار مشروع الدولة هو مشروع إسلامي يخضع للشريعة الإسلامية، يخضع لحكم الله سبحانه وتعالى. أما من يختاره الناس أو من يريده الناس أن يحكمهم فهذه مسألة ليس لنا فيها يعني رأي. نعم. طيب نظرتكم في هذه الدولة المدنية الدستورية، يعني إذا كنتم لا توافقون على هذا المنوال أو هذا الطرح الذي استحدثه الناس اليوم وسموه الديمقراطية في شكل برلمانات، في شكل أحزاب سياسية، ينبثق عن هذه البرلمانات حكومات، ما هو شكلكم لهذه الدولة؟ وإذا لم يقتنع الناس بهذا الشكل يعني كيف ستعملون على إقناع الناس؟ هل ستقومون بإفساد هذه العملية وعملية التداول السلمي التي جرت في ليبيا، تسليم من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني ومن بعده حكومات متعاقبة وهكذا؟ أولا قضيتنا مش مع الناس في قضية تسليم الحكم أو ما إلى ذلك. نحن القضية في مشروع ليبيا مشروع ليبيا أنه هو ضروري أن يخضع للحكم الإسلامي، هذا الشيء الوحيد اللي نحن نأكد فيه. أما غير ذلك نحن ما نقدرش نتكلم في أمور لم يحن وقتها وليس لنا يعني بالخصوص أن نتكلم فيها. يعني في أمور لا يتكلم فيها إلا من هم أهل التخصص أو يتكلم فيها أهل المشورة أو يتكلم فيها أهل الرأي في كل شيء في وقت. أما نحن لازلنا نؤكد على أن مطلبنا ضروري يكون مطلب واضح، مطلب لجميع الناس، ونحن يعني هذا لا نزايد فيه، إنه هو مطلب أن شكل الدولة ونظام الدولة وحكم الذي يحكم بالدولة هو أن يكون حكما إسلاميا. أما بما يقولون أنه هناك دولة مدنية ودولة ذلك، دولة مدنية ضروري أن نحن نذهب إلى شو معنى موضوع الدولة المدنية. الدولة المدنية في الاصطلاح الآن السياسي السائد
هو دولة معناها لا دينية، لا تخضع لحكم الدين، لا تخضع لأحكام الله سبحانه وتعالى، لا تخضع لمنهج الله في الأرض. فنحن هذا هو. إن كانت الدولة المدنية يقصد بها الدولة المدنية لها علاقة بالنظام الإداري نحن هذا يعني كلامة كالأوشي تكلم فيها التخصص. وإن كان يقصد بها دولة المدنية التي لا تخضع لسلطان الله ولا تخضع لكتاب الله ولا تخضع لسنة الله صلى الله عليه وسلم، فنحن هذه نرفضها. ماذا لو أقر في الدستور الليبي القادم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد يعني للتشريع في ليبيا، وما خالف هذه الشريعة وما خالف النصوص التي جاءت في الشريعة فهي باطلة بالكلية؟ نحن خلاص أمرنا انتهى، يعني ما عادش عندنا أي دور خلاص. ما دام الشعب والناس أقروا بحكم الله سبحانه وتعالى وقررت الدولة بحاكمية الله سبحانه وتعالى وطبقت الشريعة الإسلامية، نحن سننصاغ لأي قرارات ولأي أوامر ولأي شيء يطالب منا، وسنكون أول من يبادر بتسليم السلاح. وحيثما أرادونا يضعون، ما عندناش مشكلة بالنسبة هذا كمشروعنا نحن كمشروع أنصار الشريعة، حتى يؤمن على حكم الله سبحانه وتعالى وتقوم الشريعة الإسلامية. فلذلك سينتهي دورنا في الشرع الليبي. طيب، هل يضم تنظيم جماعة أنصار الشريعة يعني جنسيات غير ليبية تتواجد بداخله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. طبعا هذه الشائعات أو إيراد أن يوضع عندك كأن نحن الآن في واقع ليبيا يعني استنفرنا الواقع الإسلامي أو استنفرنا نحن معروفين في الشارع، يعرفنا قاسي والداني ونحتك بالناس يوميا، ولا يوجد بنا إلا الشباب الليبي. يعني كيف نحن حتى في هذه الظروف يعني نحن كنا نبغى عندنا نقص في الشباب، راجلنا الشباب من غرب ليبيا ومن شرق ليبيا حتى يعني قاعدين يعني بنفس الأعداد، أعدادنا متكاثرة الحمد لله يعني كيفه. فليش محتاجين إن نحن نجيبوا أعداد من برا ونحطوهم مثلا، وما فيش يعني هذا الوجود أصلا. الكلام هذا كله عبارة هو تسويق للإعلام حتى يضع الشباب في زاوية معينة، وكأن نحن جبنا ناس تقاتل في الشعب الليبي وتستبيح حرمتهم وإلى ذلك. نعم. يعني ما جاء في بيانكم بخصوص أهل التوحيد، ألا يعتبر ذلك هو حث من هم خارج ليبيا على الدخول لليبيا والمشاركة في هذه الحرب؟ طبعا الكلمة هذه وهذه العبارة يعني الإعلام استطاع أنه هو يوظفها توظيف جيد جدا، استطاع أنه هو يأخذ شيء يريد أنه هو بالذات يعني يوجه فيها رسالة للناس. نحن اللي قصدنا من هذا الكلام إن قلنا لهم أن نرى واقع ليبيا راه حينقلب 90 درجة، ونحذروا في أهلنا أنه ينزلق لهذا المأزق أو لهذا الواقع اللي الآن تعاني منه الدول العربية الأخرى. فحذرناهم أنه ينجروا إلى هذا الوضع. لو أن وقع في ليبيا تدخل غربي أو تدخل أمريكي أو تدخل من العملاء والوكلاء، ما كان من واقع ليبيا إلا حيكون واقع أشد حتى من الواقع اللي هو موجود في سوريا أو العراق أو اليمن وما إلى ذلك. هذا كان المقصود منا. أما نحن حثينا أو تكلمنا أو أن نحن بنجيب ناس، الكلام هذا غير صحيح. الإعلام أراد أن يحط هذا الكلام في زاوية معينة يوظفها لكي إنه يتهمنا بتهم، وأراد أن نحن كأن استدعينا أهل التوحيد وكأن الشعب الليبي ما هوش من أهل التوحيد. لا، لأننا نعرف أن لما قلنا أهل التوحيد قصدنا بها من يناصر في أبناء المسلمين والشعوب المسلمة في الساحات الإسلامية. من يناصر فيهم من أهل التوحيد. هل العلمانيين نفروا لنصرة إخواننا في سوريا؟ هل الليبراليين نفروا لنصرة إخواننا في العراق؟ ما فيش. ما ينصر في أهل الإسلام والمسلمين وينفر لنصرة يعني إخواننا. نحن في ليبيا هنا في بداية الحرب يعني كان الليبيين يستغيثوا يريدوا من ينصرهم بأي شكل. طيب. نعم. الله أعلم. السلاح الذي تم به اغتيال المعارضين شكري بالعيد ومحمد البراهمي في تونس كان مصدره ليبيا بحسب التقرير البوليسي للداخلية التونسية، هل لكم أي علاقة بهذا الأمر؟ والله شوف، بالنسبة للسلاح الليبي أنا حد علمي أنه وصل حتى عند غزة. أنا لا أعرف تجار السلاح في طبرق يبيعون السلاح ويتاجروا فيه، بل أن كثير من تجار المخدرات والحشيش يتقايضون بالسلاح مقابل المخدرات والحشيش. وهذا شيء يعني لمسنا بروحنا ومسكنا كم قضية في هذا الأمر. يعني كثير من التجار الآن يبيعون الأسلحة مقابل الخمور والحشيش وما إلى ذلك. كيف أنا حد علمي إنه مش وصل تونس، يعني السلاح الليبي انتشر ظني يعني في جميع بقاع ممكن المغرب الإسلامي يعني كيف. فيعني هذه قضية تمت أمر. المفروض السلاح في ليبيا انتشر بكثرة وتوسع تجار السلاح فيه، بل أن السوق السوداء فتح في ليبيا الآن. يعني ما ليش علاقة بقضية أن مثلا العم عبارة أنه كيف ما قلت لك أنه دائما ما يريد أنه هو يضعك في زاوية أو يتهمك بتهمة. دائما أي أمر يصير بيعلق على جهة معينة أو جماعة معينة حتى يعني دائما هي متهمة وأن هي إيش
ولها علاقة بأي موضوع يصير في الواقع الإسلامي. نعم. الاستهداف المتكرر لمقار جماعتكم وأيضا مقار مشاريعكم كما صرحت أنت في الاستهداف للإذاعات وغيرها، ألا يمكن أن يحسب رد فعل صريح على أنه غير مرحب بتوجهاتكم السلفية الجهادية داخل ليبيا؟ الكلام هذا غير صحيح. اللي يستهدف فينا نحن نكاد نعرفهم بأسمائهم وبجهاتهم، ولكن هذا كله حريصين حتى لا يقع في قلوب الناس أو يقع في ظن الناس أن نحن نقتلوا في أبناء الشعب الليبي ونقتلوا في المسلمين ونستبيح حرمتهم. نحن حتى لما دخلوا علينا في إغراق بنغازي كنا نعرف أنهم هم أفراد من المديرية ومن السائقة ومن إيش وبعض الأزلام اللي أرادوا أنهم يأخذوا، لأن الناس لما كانت في مظاهرة يوم إغراق بنغازي كنا نعرفوهم، يعني بعض مؤسسات المجتمع بعضهم بعد يعني التوجه هذا وبعض الناس وشاركنا معهم وكان عندنا مظاهرة يعني كانت مقابلة لها وانفضت المظاهرة، ولكن بعدين اللي تعمد الدخول حتى أن يوهم الناس أن ابن أنصار الشريعة يقتلون الشعب الليبي، فضينا لهم مقراتنا كلهم وقلنا لهم بيخش يخشوا وخشوا ولم نستهدف أحد ولم نقرب أي أحد يعني في ذلك اليوم. يعني أكيد. ما صحة علاقتكم بالاغتيالات التي تحدث في ليبيا بصفة عامة وفي بنغازي بالأخص؟ نعم. بسم الله. طبعا أن هذا الموضوع يعني والله كم في مرات طلعنا ودمنا بيانات وأكدنا على حرص يعني دم المسلم، أن دم المسلم يعني من أشد الحرمات التي يقترفها الإنسان، ونحن يعني كنا حريصين أشد الحرص على أرواح المسلمين في ليبيا وفي أهلنا في مدينة بنغازي بالخصوص. يعني كيف أن نحن نجو نأكدوا في بياناتنا ونحرصوا على حماية المسلمين وعلى مصالحهم وتحقيق مثلا يعني حفظ الأمن لهم، بعدين نحن نجو نستبيحوا حرمة المسلمين. أما القضية أن نوضع في زاوية معينة وكأن نحن الوحيدين اللي موجودين في الساحة الليبية وكأن نحن الوحيدين اللي قمنا الثورة وكأن نحن الوحيدين تحملوا اسم هذا الأمر، يعني هذا الواقع يعني الناس كلهم يعرفون. طبعا يعني لا يخفى عليك أن في هناك تصفية حسابات بالذات في مدينة بنغازي. مدينة بنغازي معروفة بطبعها وبتركيبتها أن حتى الثورة اللي قامت فيها لم يكن فيها يعني تقول تظهير لأزلام النظام السابق أو تظهير، وبعدين في تصفية حساب من قبل المجرمين وتصفية حسابات. يعني أنا أقول لك أخيرا يعني قتل مشايخ يعني من مشايخنا في بيوتهم، واستهدف شباب خطفوا وقتلوا وانعزقوا في الغابات، وهذا كله ما فيش حد يتكلم عليهم. يعني من أقرب الناس لنا ويتكلم الإعلام يسلط الضوء على جهة معينة، ونحن يعني كم مرة وجهنا يعني الحكومة ووزارة الدفاع ومشينا حتى عند وزارة الداخلية لما كانوا يتهموا فينا اتهام صريح أنصار الشريعة ولا اغتيالات، قلنا لهم نحن مستعدين نتحملوا أي دم في مدينة بنغازي أو في ليبيا، طلعوا لنا الدليل وطلعوا للناس على الملأ، يعني طلعوا الإثبات، يقولوا نحن مسكنا دليل ومسكنا قضايا واعترفوا وعليهم إثباتات وما إلى ذلك، نحن قعدنا نقول لهم باين نحن مش مسكنا إثبات، طلعوه ونحن نتحملوه، نحن نتحملوا هذا الكلام ونتحملوا مسؤوليته والله ونشيل الدم في رقبتنا. ألا يحسب أو يعني نصور هذا التعدي على مشايخكم وأيضا الشباب المنتمين لأنصار الشريعة من عمليات خطف وقتل أيضا داخل منازلهم، أن أولياء الدم الذين اغتيلوا في مدينة بنغازي وكل أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم أنصار الشريعة، ألا تحسب تلك أنها هي ردة فعل لما فعلتموه أو لما يعني اتهمتم به كما صرحت أنت؟ لا غير صحيح الكلام هذا. نحن نقول لك أول بداية أبدأ من قصة مقتل عبد الفتاح يونس، يعني أكبر قبيلة تقول في المنطقة الشرقية لما صار مقتل عبد الفتاح يونس أكبر قبيلة مستعدة أنها تأخذ حقها بيدها وتستطيع أن، ولكن كان عقلاءهم وحكمائهم استطاعوا أن هم يعرفوا أن الموضوع هذا وراهم ما وراءه، وبالفعل قضية عبد الفتاح يونس حاولت أن توظف وحاولت أن هم يوظفوها في خط معين ومسار معين، والعند الآن ما استطاعوش إن هم يثبتوا هذه الحقيقة ويظهروا من القضية من وراءها. كيف كذلك قتل أولياء الدم ومن ذلك، يعني العند الآن في من يريد يعني خلط الأوراق أو يستطيع أن يستفيد من الواقع اللي موجود في مدينة بنغازي وفي ليبيا، لأن بنغازي هي مهد الثورة، يعني كانت لنا الشباب والشباب اللي هم كان فيها دور كبير جدا، فكان ضروري إن هو كيف يقضى عليهم، ضروري إن هم أول شيء هم لابد أن يتهموا أول اتهام مباشر، وضروري إنهم يتحملوا جميع الأخطاء اللي صارت، أو إن هم بالأصح ضروري إن هم يحملوا وزر هذه الثورة، إن ضروري ينكلوهم إن من قام هذه الثورة ضروري إن كيف نقولوا نحن نشعفوهم عليها، كيفه يعني يعرفوا يعني واقع شباب مدينة بنغازي ومن تضحياتهم ومن بذلهم، وهذا كله يعني أكثر من الآن يتحمل في أعباء يعني ما قدموه الشباب هم أهل بنغازي كيف بالخصوص. نعم. كيف نعم. طيب
وصلنا أعزائي المشاهدين لمحور الأول من هذه الحلقة، فاصل قصير ومن ثم بحول الله نواصل. تفضلوا بالبقاء معنا.